عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. النهاردة الفيديو بتاعنا هيبقى عن البطولة العربية ووضع الزمالك في البطولة العربية، خاصة بعد ما النصر كسب الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1 وبقى عنده 4 بونت، والشباب السعودي عنده 4 بونت، والزمالك كده بقى عنده ال3 بونت بتوعه اللي خدهم من الاتحاد المنستيري، وعنده ماتش صعب جدا مع النصر السعودي. والنصر السعودي زي ما احنا عارفين بيضم نجوم كبار زي كريستيانو وتاليسكا وغيره. فاحنا يا جماعه لو فكرنا كده هنلاقي ماتش الزمالك اللي جاي صعب جدا، وصعب ياخد ال3 بونت منه او 3 نقط منه. انت ما خدتهمش اصلا من فريق الشباب اللي اعتقد اقل فنيا شويه من النصر السعودي. النصر السعودي افضل فنيا، فالزمالك كده في وضع وحش. طبعا الاتحاد المنستيري خارج الحسابات اصلا يعني، لكن الزمالك بادائه دوت وفنياته دي لا مش هينفع اللي هو يكمل في البطوله لو فضل على نفس الطريقه ديت، ومش هيحقق اي حاجه في البطوله، وهيصعد طبعا الشباب السعودي والنصر السعودي. وطبعا ده الطبيعي في ظل الفنيات اللي احنا شفناها في البطوله العربيه بالنسبه للمجموعه ديت. يبقى النصر السعودي فعلا اعلى فنيات، بعد كده عندك الشباب السعودي، بعد كده الزمالك، يجي بعد كده الاتحاد المنستيري. وده اللي احنا شفناه لحد دلوقتي من البطوله العربيه. الزمالك طبعا زي ما قلنا كان المباراه اللي فاتت خسر 1-0 من الشباب السعودي بضربه جزاء، وكان الماتش فيه اعتراضات كتير جدا. وطبعا الهدف جه سجلها لاعب الشباب بطريقه كويسه جدا، هدف جميل. فبالتالي فرصة الزمالك ان هو يكمل في البطولة العربية اصلا ضعيفة جدا، لان النصر السعودي زي ما قلنا فريق قوي، وما اعتقدش ان هو هيسمح للزمالك او هيبقى الماتش بالسهولة ان الزمالك ممكن مثلا يتعادل او يكسب الماتش. ما اعتقدش هيديهم الفرصة دي، لكن الكرة فيها كل حاجة، والكرة مليانة مفاجآت. ففي انتظار مباريات القادمة في البطولة العربية. وانا رايي ان في فرق كتير حلوه جدا، في فرق كويسه جدا. في الاتحاد عامل الاتحاد السعودي عامل مباريات قويه جدا، طبعا بعد تدعيماته ببنزيما والموجودين اصلا من اللعيبه المصريه زي حجازي وزي طارق حامد. والنصر السعودي مأدي كويس جدا طبعا ما فيه من نجوم، لكن الزمالك اعتقد فرصته ضعيفة بالنسبة للمعلومات او للفنيات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. وده وضع الزمالك حاليا، وفي انتظار المباريات القادمة عشان نعرف الجديد ونقول لكم على الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.